اللي مش بيفكر إلا في نفسه لازم يكون سلوكه جبان. اللي بيفكر بشكل دنيوي محض غالبا بيكون سلوكه جبان، بالذات لما يكون حاجة تتعلق بالأمة. أبو طلحة رضي الله عنه بيقول عن يوم أحد كلمة مهمة جدا، بيقول لك إيه: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرغبه وأخذله للحق. اللي ملوش هم إلا نفسه ده أجبن واحد، أجبن واحد وأكتر واحد يخذل الحق. فإياك أن تكون على هذه الهيئة، إياك أن الدنيا تفتنك ويجي حاجة تضغط عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الولد مبخلة مجبنة. صحيح ده واقع، ولكن لا تنسى قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فممكن أيوة يبقى في فتنة، ابنك فتنة ليك، ولكن تتجاوزها بأن تكون شجاعا وتربيه على الشجاعة وتقيم أمر الله عز وجل في نفسك وفيه كي تصل إلى الله عز وجل. الدين يحتاج إلى مسلم شجاع يقيم دينه ويقيم دين الأمة، وإلا الله عز وجل يستبدله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إيه: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، إيه اللي حصل؟ بين الله سبحانه وتعالى أنه من تولى عنه يترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا يخافون لومة لائم. أنت لازم تبقى كده. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الشاهد: قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، مكارم. ومن أعظم الأخلاق وأكرم الأخلاق الشجاعة. الشجاعة تجعلك تقف أمام الأمور المزلزلة والمخاوف. الشجاعة تجعلك تقف أمام مشاكلك ومشاكل الأمة. الشجاعة تجعلك تقف أمام الأمور العظيمة والأمور التي لها وزن بقدم ثابتة. تريد بذلك التغيير، تريد بذلك الإصلاح، تريد بذلك إرضاء الله عز وجل. تريد أن تكون شجاعا زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. لذلك لن تستطيع أن تقوم بهذا الأمر إلا بهذا الخلق الكريم، إلا بهذا الخلق اللي فعلا سيجعلك تقف في مواقف كثيرة لا كنت تستطيع أن تقفها من قبل. ليه؟ لأنك شجاع.